الأخ الطيب أسامة طلع قبل كم يوم في فيديو قال كل واحد حيشترك بالقناة حتصدق عنه بتمرة لإفطار صائم، وجاء بحديث جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم حول أجر إفطار الصائم. ولكن ليش ربطت إذا أنت اشتركت أنا حتصدق عنك؟ لا تزعل مني، ولكن هذا استغلال واضح للدين في سبيل انك تحصل اشتراكات. يعني كنت تقدر بكل سهولة تطلع في فيديو وتقول يا شباب انا عن كل مليون مشتركين عندي بالقناة حتصدق مثلا ب10 كراتين تمر، والله بهذا الفعل يمكن الناس حتحبك اكثر وتحترمك. وبعدين يا اسامة مع احترامي لشخصك، انا ليش كمشاهد اروح اشترك بقناتك؟ يعني شنو القيمة او المحتوى المفيد اللي انت قاعد تنطيني اياه في قناتك؟ اصلا يجوز احصل اثم اذا اشتركت بقناتك. تدري ليش؟ لانه باشتراكي انا اكون قاعد ادعمك في قناتك وفيما تقدم، ومحتواك فيه الكثير من الجوانب التي لا ترضي الله عز وجل بدون ذكر تفاصيل. وبالنهاية انت حر فيما تقدم وفي محتواك، بس يا ريت ننتبه لهذا الموضوع. الله يهديني واياك.